فاز فريق مانشستر سيتي خارج أرضه على فريق ار بي ليبزيج الألماني ب3 أهداف مقابل هدفين. أحرز أهداف فريق ليبزيج لويس أوباندر في الدقيقة 13 والدقيقة 33. وأحرز أهداف فريق مانشستر سيتي هولاند في الدقيقة 54، فيل فودن في الدقيقة 70، وجوليان الفريز في الدقيقة 80. مباراة كانت قوية امبارح بين الفرقتين، وخصوصا فريق ليبزيج اللي دخل المباراة على أرضه قصاد جمهوره وعايز يخلص المباراة بدري، وده اللي حصل فعلا، وأحرز هدفين في مرمى مانشستر سيتي، ولكن مانشستر سيتي مسكتش وقدرت انها تهاجم ار بي ليبزيج وقدرت انها تجيب هدف واثنين وثلاثة كمان، يعني حاولت تأخرها بهدفين لفوز 3-2. طبعا نتيجة كويسة جدا لفريق مانشستر سيتي، هو كده صاعد اصلا من المباراة اللي فاتت، ولكن هو بالفوز ده اكد كمان صعوده، وكمان خارج ارضه. فمانشستر سيتي من الفرق القوية السنة دي في اوروبا، وبيقدم مستمر في تقديمه للقاءات قوية في المباريات. دلوقتي هنعرف ترتيب هذه المجموعة بعد انتهاء مباريات الأمس.